شرحنا مع بعض ازاي ان نعمل اسعافات اوليه لحد مكسور، حد عنده نزيف زي ما شفت حضرتك. وما شاء الله يعني سالتني كذا مره يا حاج احمد نعمل ايه النزيف، وقلت لك اوقفه ازاي. وطبعا كابتن عمرو لما سالتني وقلت لي نعمل الجباير ازاي. كده احنا هننتقل بقى لمرحله اصعب شويه. موضوع الجباير والنزيف الحاد ده موضوع عادي، نشوف الحوادث خلاص هتقفل وتربط، والرباط اللي مكتوب عليه البريمه اللي بيسموه بريمه، رباط كده يبقى مربوط بعقده ويدخل القلم ويتقفل. لكن القصه بقى في السي بي ار عايز ارجعها معاكم تاني بعد ما شرحت لكم سي بي ار لازم تعرفوا. النهارده عيد تاني. الحاله اللي قدام منك لازم تروح يمين الحاله. يمين الحاله تحدده ازاي؟ المصاب بالشكل ده غريق او مصاب بالشكل ده وطالع من الحادثه بالشكل ده، يبقى خد الوضع بتاعه، يبقى ده يمينه خلاص عرفت يمينه، تبقى حاطط ركبه عند السره وركبه عند الرقبه. طبعا انا حاطط بورد انا بعد اذنكم عشان ركبتي. واول حاجه بتعملها بتحاول تفتح الايرويز. الايرويز ده بيتفتح ازاي؟ بتيجي حاطط ايدك هنا وفاتح كده، لان ممكن يكون حاجه علقه في الفم او حاجه علقه فيه، فبتحاول تخرج الحاجه دي، وبعد ما بتخرجها بتحاول تكشف عليه. طب النهارده حد سالني سؤال فيكم في المره اللي فاتت وقال لي انت مره قلت تفوق ومره تكشف. لا، لو هنجيبوها بالتحديد وخطوات تعليميه صحيحه، اول حاجه يا عمرو بعمل ايه؟ بفتح الايرويز اللي هي ممرات الهواء، بفتح ارجع الجبهه لورا وارجع كده لورا وافتح الايرويز. بعد ما بفتح الايرويز بعمل حاجه اسمها الافاقه. الغريق اللي قدام مني ده لازم اعمل له افاقه، اقول له هي 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 اصحى، لانه اخر حاجه هو حساه هو تحت غطسان في الميه ان هو بيموت. فالنهارده انت بتفوقه والجهاز العصبي اشتغل وبعت اشاره للقلب ضخ الدم واشتغل مفيش مشكله، او كان مغمى عليه وفاق خلص الموضوع. لكن الجزء المهم اللي لازم تعرفه ان انت بعد ما بتفوق ما فاقش معاك بتقول له واحد بعينه وتحدده. حضرتك بتكون زميلك اطلب عربيه اسعاف 1 2 3 او 123 باقي الطريقه تقولها له، هم فهموا عليه مسؤوليه انه يطلب عربيه اسعاف، وبتبدا تعمل عمليه الكشف. عمليه الكشف يا حاج احمد 3 حاجات: بسمع، بحس، بشوف. ايه يا عم؟ بسمع بحس بشوف. ايه يا محمد؟ بسمع بحس بشوف. بسمع ايه يا كابتن؟ بسمع صوت النفس، احط الاذن هنا عند الفم والانف واسمع صوت النفس. بشوف ايه يا مجدي؟ حركه القفص الصدري. بحس ايه يا عمرو؟ النبض. النبض بحسه عند الشريان اسمه الشريان السباتي، بيبقى هنا كده. الشريان السباتي يمين او شمال، وبتحط الصباعين الوسطى والسبابه بتحطهم هنا عند الشريان. يبقى انا اهو بسمع، بشوف، بحس النبض. لقيت الراجل ده قاطع نبض ونفس، قاطع نبض ونفس وبالغ زي ما اتفقت مع حضراتكم. ببدا اعمل لاي حاله من رضع لحد الاعمار السنيه الكبيره بدي 5 انفاس. باجي ضاغط هنا وقافل الانف ومدي 5 انفاس، وراجع هنا جاي بين حلمتي الصدر او من عند الضلع الخامس ومثبت ايدي وبضغط 1001 1002 لحد 1030 نفسين 30 نفسين 30 لحد ما ارجع له نبض ونفس. في مشكله في الكلام ده؟ انا بعيد عليكم تاني ان اهم حاجه عندي ان انا بكشف ازاي. النقطه الثانيه بدي النفس ازاي؟ بحط ايدي هنا وبقفل الانف وبفتح الفم وبدي 1 وافتح واخد من بعيد عشان في ايه؟ راجع لثاني اكسيد الكربون. طب هتقول لي الزفير اللي داخل ما في 16%، لان انت بتستهلك بالظبط بتستهلك 4%، وفي 16% بيبقوا راجعين، فحضرتك بترجع له اهو وارجع اخد من الجنب 5 مرات. وبعد كده حضراتكم طبعا متاسف لحضراتكم الراجل اللي معدي عادي حاجه بالفيديو بتحصل، احنا طلعنا بره عشان الحر. يبقى حضراتكم عرفنا ان بعد ما بفوق بعيد تاني ما فاقش حطوا عربيه اسعاف 120 او 123 وبرجع اعمل عمليه الكشف الشريان السباتي يا عمرو، وبسمع بحس بشوف مع بعض، مفيش نبض ولا في نفس. ببدا ايه؟ اضغط؟ لا، بدي نفس الاول. كل الاعمار السنيه بدي 5 انفاس من الرضع 6 شهور لحد معاك لحد السن الكبير. بضغط الانف يا عمرو وبفتح وادي النفس وافتح. كم مره؟ 5 مرات في الاول، لكن بعد كده مرتين يا مجدي ما تنساش عشان انت بتتلخبط فيها. يبقى في اول مره الاعمار السنيه كلها بدي كام؟ 5. ولكن بين ال 30 والنفس نفسين 2 30 2 لحد امتى؟ لحد ما اكشف تاني كل 3 دورات، كل 3 دورات الحاجات دي او 4 دورات بقيس تاني. طب رجع له النبض ما رجعش النفس، اشتغل نفس بس. اشتغل ايه؟ نفس بس. لحد كده انا واقف المحاضره عشان حاسس ان انتوا يعني المعلومات بالنسبه لكم عشان ما تسيحش تدخل على بعضها، وانتوا شرفتوا السنتر النهارده، والدعوه عامه لكل الناس تشرفوا وتنوروا. ندوه مجانيه للسي بي ار والاسعافات الاوليه كل يوم 4 ان شاء الله من الساعه 9 للساعه 10:30 تحت امركم. شرفتني يا استاذ عمرو، شرفتني يا عم احمد، شرفتني يا دكتور، شرفتني يا استاذ احمد محمد مجدي المحترم، شرفتني حضرتك. انا بنسى اسمك استاذ عبد الرحمن، وتنورتوا وشرفتوا وشرفتوا المكان كله. سيلياس معاكم ان شاء الله في اي وقت تيجوا تنوروا المكان.